في ناس حواليك موجودين علشان عندهم رغبة إنهم يكونوا جنبك أنت، لشخصك أنت. وفي ناس موجودين حواليك علشان ليهم حاجة عندك، يعني مصلحة عايزينها منك، وبعد ما تتقضي مش فارق وجودك من عدمه. لو أنت شاطر بجد وذكي، حافظ على وجود النوعين دول في حياتك. ما تستغربش، اللي بيحبك لشخصك حبه لشخصه وتعامل معاه بكل أريحية، واللي جنبك علشان مصلحته خليك جنبه علشان مصلحتك انت كمان. وده مش عيب ولا حرام طالما الحكاية دي حصلة من غير أي تجاوزات. أما فكرة إن أنا هفضل مع اللي بيحبني لشخصي، دي فكرة فاشلة. انت مش بتنقي خضار، دي ناس حواليك ومفروض عليك غصب عنك، وذكائك إنك تقدر تتعامل معاهم كلهم وتطلع منهم بأقل الخسائر. هي دي الحياة، استحالة تكون على مزاجك، وشطارتك إنك تعرف تتعايش مع الناس دي بما يناسب ظروفك وشخصيتك ومتطلباتك. هذه رسالة موجهة